فيلا كده قبل اي حاجه حط لي لايك والاشتراك يا عم، وصل على النبي وزعلي في البدايه. علي صوتك يا عم انا مش سامعك. ايوه كده يلا بينا بقى نبدا. ده هو تاكيرو، موظف بايظ كحيان حياته مش عاجباه. في يوم من الايام وبعد ما بيرجع من شغله بيفتح التلفزيون علشان يشوف حاجه تغير موده، وفجاه بيشوف حاجه غريبه فيهم ما بيلحقش وهوب بينتقل لعالم تاني جوه التلفزيون، او بالاحرى بياخدوا شخص بالعافيه وبيقول له ازيك يا عم تاكيرو، اولا كده احب اعرفك بنفسي وانا المرشد على النظام الشمسي. ايوه تقدر تقول كده كائن فضائي بالنسبه لك. المهم ده يا عم تاكيرو انا اخترتك علشان تروح للعالم ده وتظبطه، فالعالم ده مهما حاولت اظبطه وما بيتعدلش، وعلشان كده قلت لازم اودي واحد تاني واغيره، وضرب له مثال بقطره ميه ممكن تغير الارض بالكامل. تاكيرو قال له يا عم حل عن دماغي، انا مش عاوز اروح عند حد، وبعدين ما ممكن لما اروح هناك يقابلني وحش ويخلص عليا ولا حاجه، ايه كده اللي هكون استفدت يعني. الراجل قال له ما تقلقش يا عم من الناحيه دي، انا هديلك شويه مهارات صحيه وخصائص هتساعدك في رحلتك، وكمان هديلك شويه حاجات كده من عندي تروق عليه. تاكيرو طبعا كان فرحان وعمال يفكر في البنات اللي هيقابلها وتظبط له الاداء، واخيرا الراجل بيقول له وقتك خلص يا عم، هو بينقل له من غير مقدمات. الواد وقتها بيفتح عينيه وهوب كانت الصدمه، ده اتنقل بجد العالم مختلف، والراجل ما كدبش عليه بيمشي كده في اتجاه الرياح وبيلاقي بلده قدامه عاوز يدخلها، بس لو دخلها دلوقتي وهو معهوش فلوس او مهنه فالناس هناك هتشك فيه، وعلشان كده تاكيرو بيقعد يجرب في مهاراته عن اي حاجه تخليه يجمع شهاده وحاجه مهمه ويبيعها يعني في القريه ديت. وبالفعل لما بيقول بحث بتطلع له كل الحاجات المهمه حواليه، مش كده وبس لا، ده كمان لو مسك الحاجه وقال فحص بيطلع له كل حاجه عنها زي رتبتها ومميزاتها وكل المعلومات بالتفصيل. المهم بدا بيقضي الوقت في تجميع الحاجات ديت، وفعلا خلاص انا جاهز. بيحط الحاجات في صندوق الفراغ بتاعه وبيوصل لحد القريه، بيقابله عليها شخص واقف يحرسها وبيساله انت رايح فين وايه الطول ده كله يا عم. تاكيرو بيضحك كده وبيقول له انا مجرد جامع موارد وكنت هسالك لو في حد بيشتريها منكم يعني. الراجل بيقول له ايوه، وبياخده عند البياع ده، واول ما تاكيرو بيدخل بيشوف راجل غريب كده قاعد ومستني حاجاته. الراجل كان فاكر ان مفيش حد يعرف يجيب اي معدات في المنطقه بتاعتهم، ولكن بوم بيتفاجئ، ده ايه البيضه الجامده دي، انت متاكد انك جايبها من هنا؟ والله بيطلع له كمان كل الحاجات اللي جابها، وحرفيا الراجل اتصدم، اداله فلوس كتيره جدا وبعدها طلب منه حاجه غريبه، قال له بما انك جامد كده وبتعرف تجيب كل حاجه فايه رايك تروح على جبل التنين العتيق وتجيب لي حديد المسريلي من هناك. تاكيرو قال له دي بقى بتتباع بكام يا عم؟ الراجل قال له بملايين، وخد مني 360,000 دول كربون الاول. طبعا بطلنا ما كانش مصدق المبلغ اللي اتعرض عليه، وقال ده احنا بقينا اغنياء قوي. اخد منه الفلوس وراح على الفندق، والصباح رباح بقى. في الاول كده كان عاوز يستحمى وينضف علشان ريحته المعفنه، ولكن بتجيله المضيفه وبتدي له جرد الميه وبتقول له دلع نفسك بيه. الواد بيقول لها جرد ليه؟ امال فين الحمام؟ البنت قالت له لا يوجد، الحمام فقط للاثرياء، وراحت سايبه ماشيه. وبعد ما الموظفه مشت تاكيرو كان زعلان كده وبيجرب كلمه تنظيف، وهوب بيلاقي نفسه صححاته من كل مكان ولمعه، ده ايه الحلاوه ديت. الصبح على طول بيجهز نفسه وبياخد حاجاته وبينطلق الى جبل التنين العتيق. وفي الاول كان شغال بيجمع حاجات ودنيته تمام، لكن وفجاه الواد بيشوف رساله لشخص مقتول جنبه، بيستخدم كده الفحص عليه وبيعرف عنه اسمه وكل حاجه. اخيرا بيألف حاجاته وبيشوف رساله من الاخت الصغيره للراجل ده، بتشكره على كل حاجه وبتشكره تاني علشان بيرمي بحياته لانقاذ ابوهم. وطبعا للاسف تاكيرو بيتاثر وبيعمل قبر للراجل ده وبيدفنه، بعدها بيعمل حاجز حواليه ويلا بينا ناكل، خلصنا الزعل نروق على نفسنا شويه بقى. بدا يحط المكونات فعلا وخلص طبخ الاكل بتاعه وظبط الكلام، بعدها كمل تدوير في الجبل عن الخام اللي التاجر عاوزه، ولكن بيشوف نوع غريب كده جاي من اخر الغابه وبيجري عليه، بيفضل يجري وهوب بيلاقي نفسه بالغلط بيقع من فوق. الواد مرعوب ومش عارف يعمل حاجه، بيقول كده هو متوتر طيران، وفعلا في اخر لحظه بيتفعل سحره وبيقدر يطير في الجو، ولحسن حظه بيطلع ده مكان كويس للمعادن والخامات. على طول بقى في كل حته الواد بيشتغل تكسير في كل مكان، وهات الفلوس هات، بيلم كمان شويه من خام المسريل، والواد مش مصدق بيلاقي بعدها كهف كده بيخرج منه نور ازرق وبيروح عليه، بيشوف بركه مائيه شديده النقاء وباستخدام الفحص عليها بيعرف ندرتها دي ميه نفسها اس، وده معناه انها غنيه جدا، لكن وسط هذه الفرص اكيد بتظهر المخاطر، وده لان فجاه تنين غريب بيطلع من الميه، وايوه هو ده التنين العتيق صاحب الجبل. اول لما بيشوفه تاكيرو بيديله تحيه، ما طالما انا كده هموت فليه ما اموتش يعني وانا مش خايف. التنين بقى بيعجب بشجاعه الواد ده وبيقول له عاش عليك، انا اول مره اشوف بشري مش خايف مني، وكمان انت طاقتك السحريه عاليه وممكن تساعدني في مشكلتي يا عم مش لما اعرف احل مشاكل الاول. التنين بيقول له ما تقلقش هتكون بمقابل، وبيطلع له خم سريلي من افضل الانواع الموجوده وبيقول له ده المقابل. بعدها التنين بيخرج البيضه بتاعته وبيقول له عالجها، ايوه الطاقه هنا ملوثه بسبب الوحوش ومش عارف اخليها تفقس، ايه رايك يا عم افقسها؟ طب تعالى، وقام واخد البيضه واستخدم سحر التدفئه ويلا بينا. وفجاه الواد بيلاقي طاقته السحريه تمتص جوه البيضه دي، الواد مش عارف يعمل حاجه ولا يوقف الامتصاص، وبوم بيلاقي نفسه بيغرق في مكان غريب، شخص كده كمان بيطلع له وبيقول له كلام مش مفهوم. بعدها بطلنا بيصحى على صوت غريب بيفوقه وبيطلع ده صوت مين يا صديقي؟ ايوه ده صوت التنين الصغير اللي اتفقس، والتنين بقى الكبير بيقول له عاش عليه، انت قدرت تنقذ ابني وعلشان كده هديلك هديه، هو كمان انت اللي هتختار اسمه، اسمي ابنك انا يا عم ما تسميه انت. قال له لا هو كده عنده لقب، ولكن الكنيه حق على اللي فقسه وعلشان كده انت اللي هتسميه يا معلم. الواد بيقول له تمام وبيسميه فعلا، واسم التنين الصغير هو بي. بعدها بقى التنين بيقول له بما انك خلاص سميته فانت هتاخده معاك في العالم وتحميه، يلا سلام يا عم. سلام ايه؟ وبيختفي التنين داخل البركه من جديد، وبكده خلاص صاحبنا اتدبس ومعاه تنين صغير والدنيا مش عارف حلوه ولا لا.
المهم بياخد كل المكونات اللي بيقدر يجمعها ويلا بينا خارج الكهف ده. لما بيطلع تاكيرو وبيبرق الكهف بيلاقوا ان الدنيا ليل وبيقرروا يخيموا هنا. على طول تاكيرو بيحط حجار كده تحاولهم وتحنهم من الوحوش وبعدها بيطلع صندوق الادوات بتاعه اللي مليان ميه صحيه واعتقد ان ديت الهديه اللي التنين اعطاها له وهو انه ربط البركه بالحقيبه بتاعته وبكده التنين هيقدر يشرب منها براحته وكمان تاكيرو مش هتتاثر عليه. المهم بيظبط الاداء بتاعه وبيطبخ لهم طبخه تمام وبياكل التنين. الصبح بقى بيبدا يتسلق الكهف من جديد وبيطلع على الغابه دي بيلاقي شويه مكونات على السكه بيجمعهم ودنيته زي الفل وتمام. لكن فجاه وبدون مقدمات بيلاقي التنين جاي له بسرعه وبيقول له في وحوش. الواد بقى بيستخدم البحث وبيعرف عددهم وفي كمان واحد طاير من فوق وهيهجم عليه. تخيل بقى ان تاكيرو يفرق معاها قولها معايا. لا والله الواد كسر فيهم محشر الثاني وادى الذئب ده علشان ما يصدعش وداني. تاكيرو كان عمال يجمع في الموارد والدنيا تمام لكن فجاه عدد الوحوش بتجيب وحوش ثانيه خلاص هتموت يا بيه. في الوقت ده التنين بيشد من هدومه وبيطيره بعيد بيقدر فعلا يعدي من كل الوحوش ديت بس بياخد روزه محترم. المهم بقى بي بيفوقوا من جديد وبعدها بيكملوا طريقهم واثناء ما كانوا في الطريق كان تاكيرو شايل حته شجره كده اخدها من التنين وبي لما بيشوفها بيستخدم عليها قوته وشكلها كده بيتغير. تاكيرو طبعا ما كانش فاهم ايه اللي حصل ولكن ما علينا يعني. المهم على طول بيسمعوا صوت غريب كده جاي من وسط الغابه والتنين بيجري بسرعه عليه علشان يشوفه. بيلاقوا بنت غلبانه واقعه مغمى عليها وشكلها مش قادره تتحرك. تاكيرو بيفوقها وبيديلها ميه وبرضه البنت مش عارفه تبقى تمام علشان كده بيديلها تاكيرو شويه اكل وهوبا الروح بترجع لها من جديد بتبقى زي الفل وشكلها كده كانت جعانه على اخر صديقي. المهم بتشكرهم على الوجبه ديت وبتقول لهم هرد لكم الجميل بعدين. بعدها بتسيبهم وبتمشي. تاكيرو بقى بيكون مستغرب من تصرفاتها شويه ولكن ما بيدققش على طول بيكمل سكته وبيشوف عربيه كده معديه عليه وشكلهم رايحين على المدينه اللي تاكيرو رايح لها. بيركب معاهم وبيتعرف على كل اللي في العربيه واللي بالمناسبه هم عيله واحده. بيتعرفوا كمان على التنين الصغير بيه وبيتفاجئوا بيه وبظرافته. بعدها بيقعدوا علشان يرتاحوا شويه وياكلوا وبطلنا هو اللي بيعمل لهم الاكل. حرفيا الراجل بيعيط من حلاوته. بيمر الوقت سريعا وبيوصلوا اخيرا للقريه المنشوده. على طول تاكيرو بياخد الاحجار وبيديها للراجل اللي حرفيا اول لما بيشوفها بيفضل يفحصها ساعه ومش مصدق ان في احجار بالنقاء والكم المهول من الطاقه ده. تاكيرو طبعا كان عارف قوتها وعمال يعرضها عليه مقابل الفلوس بس العجوز بيقول له لا يا عم. بياخد حجر صغير كده يكاد يذكر وبيقول له كويس مقابل الفلوس اما الاحجار اللي معاك فسعرها عالي جدا ومش هقدر عليه. وبيعرفوا كمان على مدينه كويسه هتقدر تاخد كل الحاجات اللي جمعها وهي مدينه بالقيم. تاكيرو بيقول له تمام وبيرجع للاوضه وهو كان خلاص قرر الوجهه بتاعته. عرف كمان القريه بيها واللي حرفيا كانوا زعلانين علشان هو هيمشي ولكن اقام احتفال برجوع سالم من جبل التنين. اخيرا بقى الواد بيروح ينام علشان يسافر الصبح بس كان عاوز يذكر اهل القريه ديت باي حاجه ويساعدهم بيها بمقابل عادته هنا. وبالفعل بتجيله فكره وبيستخدم حجر من المسيريلا على المصباح ده ولما بينجح بينتج مصباح ثاني اقوى وهيقدر يحمي القريه من الوحوش. ده ايه الكرم ده ضحيت بكل الفلوس دي كشكر. لا ده انت كده جامد. المهم ثاني يوم الكل بيودعوا فعلا وبيتمنوا له النجاح وهو كمان بيدينهم مصباح كشكر اليوم على كل اللي عملوه وبينطلق مسرعا من اجل بدء مغامرته الجديده. وهو في الطريق بيقابل وحش كبير اسمه السلطعون. تاكيرو على طول بيستخدم قدرته وبيفحص حالته وبيلاقيه قابل للاكل وطالما لحمك لذيذ فانت هتاخد على دماغك. بينزل عليه ضرب هو والتنين وما بيرحموش. اتنين كمان جنبهم وهوب احلى مسا عليكم. بيعمل منهم اكل حرفيا وبيظبط الاداء. اخيرا بقى بيوصل عند البلده المنشوده واللي اسمها بالقيم. بيدخل على النقابه اللي فيها يقدم نفسه وبتقعد مع المضيفه وبتساله شويه اسئله عن الوحوش اللي يقدر يصطادها. الواد بيقول لها حاجات بسيطه يعني ذئاب طيور بريه سلطعونات حاجات زي كده. طبعا البنت مش مصدقه ومفكره بيرسم الدور قدامها ولكن الواد بيطلع لها سلطعون وبوم البنت كانت هتعملها على نفسها. النقابه كلها حرفيا بتتلم وما حدش فيهم مصدق عينه شايفاه. هي من امتى يا ابن الحاجات دي بتصطاد؟ تاكيرو قال لهم وباكلهم كمان. حرفيا الكل عمال يتصدم اكتر واكتر ومش مصدقين. اخيرا بقى البنت بتقتنع بكلامه وبتسجله في النقابه ولبسته الصور التمام وهيا بنا الى وجهتنا الجديده. وبعد مرور بضعة ايام تاكيرو بيلاقي عيل صغير تايه في غابه وبيوديه لعيلته. العيله كان باين عليها البؤس والفقر ومش عارفين يشكروا تاكيرو ازاي بس الواد ما بيرضاش ياخد حاجه وبيعالجهم وبيرجع على بيته. لما بيرجع بيروح النقابه وبيقابل الراجل ده فيها وبيعرض عليه كل المكونات اللي جمعها وبياخد منه فلوس مقابل ده. لكن بسبب شهرة تاكيرو في المنطقه فحرفيا كل المهام بقت بتجيله بالاسم. الواد ده كان بياخد اللي بيقدر عليه واخيرا بيرجع البيت ولما بيرجع بيدخل الحمام علشان يروق على نفسه. هو اول لما وصل الحمام ده كان مقرف ولكن استخدم السحاب بتاعه وطهر الميه اللي فيه. واثناء بقى ما كان موجود بيتعرف على شخص يدعى كلايم. هو ما كانش شخص قوي ده واحد من فصيلة السحالي وطيب جدا. المهم بيتكلموا شويه وبعدها بيخرج كلايم من الحمام بس تاكيرو بيشوف ندوب على ظهره وهو خارج. بيعرف ان في حاجه حصلت له زمان وبعد كام يوم بطلنا بيخلص المهمات وبيرجع يبيع الحاجات اللي معاه في النقابه والدنيا معاه زي الفل عايش حياته وبطل العرض وفرحان مش عاوز اي مشاكل ولا صراعات. بس تخيل بقى ان الدنيا هتمشي على مزاجه كتير. لا والله بوم فجاه بيسمع الكل صوت انذار وحد بيقول لهم الوحوش بدات في الهجوم على المدينه. قائد النقابه هو كمان بيوصل وبيتم تجنيد كل اعضائها للدفاع. اللي بيعرف يستخدم الطب معاهم واللي بيضرب معاهم وحرفيا ما سابوش حد. ومن ضمن ده كله طبعا راح بطلنا. هو كان في مؤخره الجيش وكان واقف مع بنت كده من عشيره الفئران والواضح انها شغاله معالجه. المهم كان معاه كمان كلايم اللي ما راحش لمقدمه الحرب بسبب جراحه حاسس انه مش تمام ولو وصل لهناك هيكون عائق مش اكتر. في الوقت ده تاكيرو بيساله عن السبب وبيساله عن الجرح اللي اتصاب وده مين اللي عمله. كلايم فعلا بيفتكر الماضي وانه اتصاب وهو بيحمي حته عيل صغير لكن بالرغم من كده فهو لو رجع بالزمن هيعمل نفس الحركه ديت من تاني. هو اهون على الموت ولا حد من اللي بيحبوهم يتاذوا. لا راجل يا كلايم. في الاثناء ديت الكل بيسمع صوت غبار والجدار الاول خلاص خسر. معنى كده ان المقدمه تنهار والوحوش هتدخل البلد. علشان كده كلايم
مصاب بيقول لتاكيرو انا رايح هناك، بيسيبوه هو هنا يحمي المؤخره. تاكيرو لما شافوا عرف ان هو خلاص رايح لموته والدنيا كمان بتتأزم هنا، ما ينفعش يمشي ويسيبهم. تخيل بقى ان هو مش هيروح، لا والله بوم الواد بيفعل حاجز حمايه هنا وبيحميهم، وبيجي بعدها باخر سرعته ناحيه الجيش وبيوصل لهم. العيال كانت متحصره من جبل في كل اتجاه، وهوب احلى مسا عليكم. وصل الوحش تاكيرو الله يخلص الموقف بالكامل. كلايم هو كمان كان شغال ضرب في الوحش مش رحمهم، بس بسبب اصابته بيقع والوحش بتنقض عليه خلاص هينهار. ولكن فجاه بيوصل الوحش النهار. ايوه تاكيرو بيخلص على كل الوحوش اللي قدامهم، لكن كان في عريف من الجبل قوي جدا والاثنين مش هيقدروا عليه. علشان كده تاكيرو بيطلع شويه ميه من اللي معاه وبيحدفهم على كلايم. بيستخدم كمان تعويذه البناء للجسم وبيعملها علشان يشفيه، ولما بيعمل كده كلايم بيحس بغليان في الطاقه جواه، شكله بيتغير ولونه كمان، وحرفيا بقى نص تنين. الوحش بقى كان لسه رايح يهجم عليه وبوم كفايه عليك كده يا حبيبي. كلايم الجديد خلاص فاق وهيظبط بالاداء. بعد المعركه ديت الجو بيرجع من تاني والسما بتصفى، والقائد بيجي وبيشوف كل اللي حصل. بيكون مذهول من اللي شافه، عارف ان تاكيرو مش مجرد انسان عادي، ده وراه حوارات كتيره جدا، بس ما بيرضاش يسال عليها وبيقول له هتاخد مكافآت على كل اللي عملته. الواد بيقول له تمام وبعدها بيرجعوا. لما بيوصل تاكيرو البيت كلايم كان رجع لطبيعته وراح له على طول، راح له علشان يشكره على كل اللي عمله، ومش بس يشكره لا ده كمان عايز يستفسر على اللي حصل ليه. ازاي انت جامد كده وعندك كل المهارات ديت؟ تاكيرو عاوز يقول له الحقيقه بس برضه خايف من النتيجه، وعلشان كده كلايم كان سايبه ماشي. قال له براحتك يا عم لما تحب تقول قول. ولما كان خلاص هيخرج بطلنا بيعترف له كل حاجه، بيقول له انا جاي من عالم تاني، وحكى له الحكايه بالكامل. كلايم حرفيا مش مصدق، مصدوم من اللي سمعه. ده اللي هو انت بتقول ايه يا عم تاكيرو؟ لكن وبعد شويه وقت بيقتنع والدنيا تبقى تمام. الصبح تاني يوم تاكيرو بيروح لاحدى المحلات علشان يعملوا له معصر جمع المكونات. على طول هناك بقى بتقابله بنت كده شغاله وبترحب بيه وبتقول له انت المشهور اللي مكسر الدنيا الايام الاخيره صح؟ تعالى جوه للزعيم بتاعي هيعمل لك المعصر بتاعك باعلى جوده ممكنه. بتاخده فعلا وبيوصلوا كده للزعيم اللي باين عليه مش فاضي او زعلان من حاجه، وفعلا بيطلع المكون اللي بيعمل منه الحاجات ناقص ومحتاج يجيبه باي وسيله، بس بسبب شويه شياطين دخلوا المنجم المكونات هو بقى حزين ومش قادر يعمل اي حاجه. ولما تاكيرو بيسمع القصه بيتاثر جدا وبيقول له ما تقلقش يا عم المكونات ديت عندي وانا هجيب لك اللي انت عاوزه، بس قول لي بس الاقيها فين. الزعيم بيقول له بس الدنيا هناك هتبقى خطر عليك يا ابني ولو رحت هتموت. تاكيرو قال له ما تقلقش ده انا بطل الانمي يعني. وبالفعل العجوز وافق وعرفه كل حاجه. تاكيرو جهز نفسه وراح لبلده الاقزام يجيب منها اللي ناقصه، واثناء ما كان في الطريق قابل نفس البنت الالف اللي قابلها قبل كده. وايوه صديقي برضه كانت جعانه وحالها يصعب على الكافر، مش عارف يعملها البنت ديت والله. المهم بياكلها وبيشربها تاني ويلا طرقينا ريحتك معفنه لسه هتتكلم وهوب راح تاكيرو منضفها. ايوه نتكلم على رواق بقى. قعدت معاهم وحكت لهم وجهتها وده تقريبا هي نفس الوجهه بتاعت تاكيرو. كانت المفروض بقى تمشي بس قالت له انا مش ماشيه غير لما ارد لك الجميل اللي انت عملته. يا ست انا مش عاوز حاجه منك، مش ماشيه برضه هفضل معاك. بالفعل الواد بيوافق وبيرتحلوا هما الاثنين ناحيه بلده الاقزام. واثناء بقى ما كانوا في احدى المطاعم واقفين علشان ياكلوا بتتكلم البنت ديت وبتعرف على نفسها اخيرا. اسمها هو ساره وبترتحل في كل الاماكن بحثا عن الحصان المجنح. تاكيرو طبعا ما فهمش هي تقصد ايه ولكن كمل اكل عادي. بتحكي له كمان البنت عن صديق ليها من شعب الساحلي يدعى كلايم، واللي بالصدفه بيطلع هو نفسه صاحب تاكيرو بتاع امبارح، اللي بالصدفه تاني بيطلع واقف وراهم وبيسمع كل حاجه. يا حلاوه انت كنت يا عمو ازاي؟ كلايم بقى بيحكي لهم على كل حاجه وانه كان مسافر وشافهم بالصدفه علشان كده جه. بيعرف كمان ان تاكيرو رايح لمكان خطير وبيقول له انا معاك. ايوه لازم اجرب قوتي الجديده واظبط الاداء. بعدها بيسلم على ساره صاحبته وبيكملوا الرحله. بيوصلوا عند طابور طويل جدا والزحمه ملياه، بس فجاه ودون مقدمات واحد من الحراس بيندى عليهم وبيقول لهم تعالوا ما توقفوش. دخلوا فعلا لجوه وكان باين على الحارس انه مرحب جدا بكلايم وكل اللي معاه، ولكن تاكيرو سالهم ليه بيعملوا كده. فبيحكي له كلايم عن السبب وانه انقذ ملكهم في مره من المرات، وده لما كان في وحش بيهاجمه، ومن ساعتها بقيت البطل بتاعهم وحتى عملوا لي تمثال يا عم ده مش شبهك انت مكسوف كده ليه. بيوصلوا اخيرا لملك الاقزام وتاكيرو بيديله التصريح علشان يدخل المنجم بتاعهم. طبعا الملك كان قلقان في الاول ومش عاوز يدخل، بس طلعوا على كلايم فيلا سلك الطريق يا عم. بيدخلوا للمنجم فعلا وبيقابلهم وحشين هناك. تخيل بقى انهم يغلبوا معاهم، لا والله بيكسروهم وبيعدوا على اللي بعده. معاهم قزم صغير كده بياخدوا بالطريق، وتاكيرو وهو ماشي وراه بيحس بحاجه غريبه، بيرجع كده الكل لورا وبيستخدم قوته على جدار موجود، وهوبا بيطلع خامات نادره كتير ما حدش كان يعرف انها موجوده من الاساس. هي ابن اللعيبه ده حتى القزم كان مصدوم ومستغرب طريقه الحفر دي. لكن وفي هذا الوقت بيستشعر الكل صوت وحش خطير بيقرب منهم. الكل بيبان عليه الرعب ولكن تاكيرو غير، بيقولوا صوت ده انا عارفه كويس ما حدش يقرب منه، الوحش ده بتاعي. وبيطلع انه عاوز يحارب السلطان ده علشان يقتله وياكله. هي ابن التفصه. بالفعل بيبدا القتال ما بينهم والكل كان قلقان عاوزين يساعدوه ينقذوه من هذا الشيطان. تخيل بانه محتاج مساعدته مع صديقه. لا والله الواد بيخلي بيثبته وبيفعل عينه، بيحدد كل نقاط ضعفه واحلى مسا عليه. تم قتل سلطان وتبريده الوقت الحاجه، وطبعا كان الكل مصدوم من حجم هذه القوى الجباره. بعدها بقى بيجمعوا كل الخامات اللي محتاجينها وبيرجعوا على القريه. راحوا على الملك وادوا له التقرير واللي ما كانش مصدق، بس بعد ما بيوري له تاكيرو الوحش بيقتنع وبيدي لهم 3 مليون كمكافاه. يا ولاد الغنيه. اخيرا بقى بيطلعوا من المدينه والملك بيدي لصالح حصان مجنح كهديه هي كمان نتيجه لمساعدتها. مش عارف بصراحه هي عملت ايه، بس كانت فرحانه جدا
بالحصان وقالت هتجربه. تاكيرو بقى قال لها تمام وانطلقت فعلا في رحله مختلفه. على طول بقى بطلنا وكلاين بيرجعوا للنقابه يسلموا تقرير، والمضيفه لما بتشوفهم مع بعض بتستغرب، بتسالهم لو كانوا اتحدوا في فريق واحد. كلاين بيرد بيقول لها ايوه. البنت حرفيا بتتصدم، وده لانهم يعتبروا اقوى قوه في النقابه. المهم بيقعدوا ياكلوا وتاكيرو بيسال كلاين انت ليه قلت كده يا عم؟ فبيعرفوا ان ده ضروري بالنسبه له علشان اكون جنبك واساعدك وقت الحاجه، ولا انت فاكرني ناكر الجميل ولا ايه يا عم؟ المهم بيسيبوا تاكيرو وبيروح على الحداد يديله المكونات، واللي حرفيا اول لما بيشوفها بيفضل يعيط. ومش هو بس لا، ده كمان البنت ديت بتعيط ومش مصدقه انهم يمسكوا معدن بالنضره ديت ويعملوا منه سلاح. ده اصلا الخام ده حلم كل حداد. تاكيرو طبعا بيهديهم وبيقول لهم عادي وبيمشي، واللي شغال يفرح الكل من غير ما يدري. المهم ده اثناء ما كان قاعد في يوم مع كلايم بيجينا واحد غريب بيحمل رساله موقعه من الملك. تاكيرو طبعا ما كانش فاهم ليه بيطلب رساله من الملك بالتحديد، وحس ان هو مش عاوز يفتحها، بس كلايم بيهديه وفعلا بيقراوها. بيلاقوا الملك طالب يشوفهم وبعت لهم علشان مهمه سريه. الله سريه يا عم واحنا مالنا؟ على طول بيروحوا في وسط عربيات اخره، وتاكيرو كان متوتر جدا اللي هو لو انا اتدخلت في السياسه فكده كده اخره خسران. وبالفعل بيوصلوا لحد القصر وبيدخلوا جواه، وبنت الملك بتقابلهم كده على طول، بتعجب بالتنين الصغير وبتلعبه، والتنين هو كمان بيعجب بيها. الدنيا تمام التمام. المهم الملك بيدخل ويصاب مضيت. ده الملك طلع اصغر من تاكيرو شخصيا. بيتعرفوا على بعض والملك بيحكي لهم هو طلبهم هنا ليه. بيقول لهم بصوت حزين كده مراتي تعبانه بقالها فتره، تعبانه بقالها اكتر من سنه وما حدش عارف ايه سبب المرض ولا ازاي تتعالج. دورت وبحثت عن كل الاطباء ولكن ما فيش حد فيهم عارف يشخص ولا يعالج حالتها، بس بالصدفه شفت واحد انا اعرفه كان مصاب جدا وتعالج في يوم واحد بس، ولما سالته قال لي انك انت اللي عالجته يا تاكيرو، فعلشان كده من فضلك حاول تعالج مراتي. طبعا تاكيرو ما كانش عاوز يدخل نفسه في حوارات مع الملك وعيلته ويكبر دماغه كده، بس بعد نظرات كلايم وبيديت هيقول له ايه يعني، خدني على الاوضه ابص لك عليها بصه. دخل فعلا الاوضه ولقاها ضلمه وكئيبه جدا. سالهم عن السبب، قالوا له ده بسبب ان سيده الضوء بيأذيها. راح فعلا لعندها ولقى حالتها مزريه جدا، عينيها اصابها العمى وجسمها رفيع وجلدها باهت تحسها كده خلاص هتموت. في الوقت ده الملك كان ماسك ايديها وبيعرفها انه جاب لها دكتور جديد. الزوجه كانت فرحانه علشان حد جه، ولكن جوه نفسها متاكده انها صعبه تتعالج. ولكن تخيل ان بطلنا في حاجه ما صعبه. لا والله بوم الواد بيستخدم سحر فحص وبيشخص حالتها، بيعرف ان عندها اعراض كتير على مرض اسمه تسمم الايفر. شكل كده الست ديت مش تعبانه بشكل طبيعي. المهم في الاول بيقرر يستخدم سحر النور ويعالج عينيها، وبعدها يدور على حل للسم ده. بالفعل بيستخدم سحر الشفاء على عينيها وهذا خضره بتملى المكان بالكامل. الام بتفتح عينيها ومش مصدقه، انا بقيت بشوف من جديد. فرحه عامره عمت في المكان بالكامل. تاكيرو كمان بيستخدم سحر تنظيف والاوضه بتنور، وده ايه الجمال ده يا جدعان. بعدها الواد بياخد الملك وبيخرجوا بره وبيحكي له على كل اللي عرفه. قال له انا اكتشفت ان مراتك مصابه بسم زهره الليفر، واكيد طالما هي متسممه يبقى في شخص ورا الموضوع، فخد بالك يا عم الملك. الملك بيقول له تمام، وبيعرف ان في لعبه بتحصل من وراه، بس دلوقتي كل همه كان ازاي يتخلص من السم الموجود في جسم مراته. علشان كده بيجي كل الكتب المعروفه عن سم الليفر وبيحاول يجيب الترياق، بس الكتب كانت كتيره جدا ومش عارف فين العلاج. فتاكيرو بيستخدم سحر البحث وبيلاقي الكتاب ده، بيقراه فعلا وبيعرف مكان زهره الليفر واللي ممكن تكون هي اساس الترياق. على طول بياخد كلايم معاه وبيودع الملك علشان يمشي ناحيه الزهره، بس في الاول بيحط حاجز على غرفه الملكه، والحاجز ده يحذرهم من اي حد عنده نيه سيئه ناحيتها. بعدها بينطلق الى وجهته المنشوده، وهو في الطريق كان كلايم عارف السكه ديت وملاحظ ان الارضيه ناشفه جدا كأن المطر ما بينزلش هنا. بيكملوا ماشي وبيوصلوا عند النهر ده، بس لما تاكيرو بيشوفه بيعرف ان في حاجه غلط، والنهر مسموم وملوث بفعل شخص ما. وفي الاثناء ديت بيشوفهم شويه من القرويين اللي باين عليهم الاسى جدا، وتاكيرو بيستغرب من منظرهم وبيسالهم هو في ايه. القرويين بيحكوا له عن حالهم وان بسبب تلوث النهر الاسماك ماتت والبيار جفت واصبح حالنا يرثى لها. الواد طبعا بيتصدم من اللي بيسمعه وبيقول لهم خدوني على القريه اعرف ايه الحكايه بالكامل. اخذوا فعلا لهناك وباين كده ان كل اهل القريه اصابهم نفس المصاب، وبيبداوا يحكوا له كل الحكايه عن الاول، وان في يوم وليله النهر اتلوث وما عادش عندنا اي مصدر للمياه والاكل. بس فجاه ظهر شخص اسمه كليفر وعرف مشكلتنا وقرر يساعدنا. قرر يساعدنا في مقابل انه ياخد كل شهر زهره من زهور الليفر الذهبيه، ولكن بسبب نقص المعن اللي بيديها لنا حالنا كان كل يوم بيسوء بقينا بالمنظر ده. تاكيرو لما بيسمع الحكايه ديت بيفهم كل حاجه، بيفهم ان كليفر ده هو اساس المصايب كلها، فهو لوث النهر ده في يوم وبعدها خلى اهل القريه دول يسلموا الزهره بتاعتهم مقابل شويه ميه نضاف. يا ابن الخبيثه، هو كده بقى ضمن حاجتين عزيزي المشاهد، ولاء اهل القريه ليه وازهار الليفر بدون انقطاع. ولما تاكيرو بيحكي اللي حصل ده لاهل القريه بيزعلوا جدا، بيعرفوا قد ايه هم كان مضحوك عليهم. تاكيرو بقى بيستخدم عليهم سحر التنظيف كلهم وبينظف القريه كمان، ما بيخليش فيها اي حاجه وحشه، بيطلع بعدها اكل كمان ويلا بينا. ايوه انا قررت انقذ كل اهل القريه ديت وابوظ مخططك يا كليفر. في نفس الوقت ده كانت الاميره ماشيه في القصر بتجري بعد ما سمعت صوت انذار جاي من ناحيه اوضه امها، وبيطلع ان الشخص ده هو اللي كان بيحط لها دايما السم في الاكل. البنت تتهمه بكده وبتقول له ليه حاولت تسمم امي من جديد؟ احنا ما صدقنا انها بدات تخف. الخدام بينكر وبيقول لها مفيش الكلام ده، انا كنت جاي اديلها العلاج مش اكتر. الملك بيوصل هو كمان على صوت الانذار وبياخدهم الاثنين على اوضته، بيقول للخادم طالما مش انت اللي كنت بتسممها فانا جبت لك العلاج اللي كنت رايح تديله علشان تشربه. الخدام وقتها اترعب جدا وبانت حقيقته. الملك رش معاه وشه وخلاه يقع على الارض بيصرخ مفكر ان هو اتسمم، بس ده ما كانش سم ولا حاجه، ده كان مجرد اختبار وانت
خلاص اتحكم عليك بالسجن. بعدها بتيجي عربيه الشرطه وبيقبضوا عليه، ولكن وهو في العربيه كان باين عليه ان هو بيضحك كده وكان خطته لسه ماشيه. في الاثناء ديت عند تاكر وكان زعيم القريه اخذ على مكان زهره ريفر كمكافاه على انقاذهم، وبطلنا بيوصل فعلا بيلاقي الازهار ديت شكلها جميل جدا وزي ديت مسمينها بزهره مسممه. من ناحيه ثانيه وعند القرويين كان كليبر وصل هو كمان للقريه وده علشان يستلم الزهره بتاعت كل شهر، بس لما بيوصل بيقابله واحد من السكان ويشتمه وبيقول له امشي من هنا يا نصاب، امشي احنا عرفنا حياتك كلها. وقتها كليبر بيعرف ان خطته خلاص اتكشفت وبيأمر رجالته في بدء التدمير. تاكر بياخد واحده من الازهار من تحت تمثال اليونيكورن العظيم، والتمثال ده بالنسبه لاهل القريه زي الحارس عندهم كده. المهم بيسمعوا صوت عالي جدا وصريخ من ناحيه القريه وبيجروا بسرعه لهناك، بيلاقوا البيوت كلها مولعه والناس بتصرخ في كل مكان، فبسرعه بيستخدم قوته وتاكر هو كمان وبيقدروا يطفوا النار. بيسالوا بعض الناس عن اللي حصل وبيعرفوا ان كليفر لما وصل هنا عارف اننا كشفناه ودمر القريه. مش كده وبس، لا ده كمان خطف الولد الصغير غونز علشان يقول له على مكان الازهار. تاكر لما بيسمع اللي حصل بيتعصب جامد وبيفتكر غونز وانه كان من اول الاطفال اللي رحبوا بيه لما وصل عندهم، وكان دايما مبتسم. على طول بقى بيفعل قوه البحث بتاعته وبيحدد مكانه. بيقول بعدها للقرويين ما تقدروش انا ارجعه، وبينطلق مسرعا هو وكلاين من اجل تدمير اولئك الاشرار. بيوصل عند المدخل فعلا وكلاين بيفعل وضع القتال بتاعه ويلا بينا، لكن تاكر بيهديه وبيقول له احنا لازم نهاجمهم فجاه علشان ما حدش فيهم يهرب، وعلشان نعرف نعمل كده فانا عندي الخطه المثاليه. بالفعل بيفعل قوته وبيشغل وضع الاختفاء وبيتسحب لداخل البوابه، ما حدش بيحس بيه. كلاين بقى كان شغال من جهه بينفذ الناس ويضربهم، وتاكر شغال سرقه في كل حاجه قابلها. ما احنا مش عارفين العلاج ممكن يكون فين. بيوصلوا عند مكان اجتماع العصابه وبيتصنطوا على الباب وبيسمعوا كل اللي اتقال. واللي حصل يا صديقي ان العصابه ديت قررت تستخدم سم زهره ريفر في التجاره، فلما مرات الملك بنفسها تموت بيهم ما يعرفوش يعالجوها، فسعر الزهره ديت هيزيد جدا عند كل نقابات الاغتيال، وعلشان كده كانوا عاوزين يحتكروها في السوق. يا ولاد الزباله. كلايم لما بيسمع الكلام ده بيقول لتاكر انا خلاص جبت اخري. بوم بيفتح الباب بيكسره، بيدخل عليهم كلهم مش راح اي حد فيهم. تاكر هو كمان بيروح جنب كليفر كده وبيساله على مكان غونز، بيعرف هو فين فعلا، بيجري على هناك علشان يحرره. ما كانش فيه غير واحد بس في الحراسه وهوب بيقوم بيه بالواجب. بعدها تاكر بيدخل وبيلاقي الولد الصغير مرعوب جدا، بيكسر القفص اللي حبسه وما تقلقش انا خلاص احميك. بيشيله بعدها على كتفه وكان خلاص هيهرب، لكن بيسمع صوت ناس كتيره بتصرخ. بيلاقي وحش كبير هجم عليهم، والوحش ده كان كليفر حبسه وبيحاول يروضه، لكنه وبسبب العلقه اللي اخدها حرره قبل ما يتحكم فيه بالكامل، وده علشان يخلص على كلايم. كلايم ده كان بيحاول يضرب الوحش ده بكل قوته، بس الوحش عنده ازرع كتيره جدا حامياه، مفيش ضربه بتوصل له. تاكر وبيتدخل هو وبيه وبيقدروا يجمدوا ايدين الوحش وخلاص المفروض كده انتصروا، لكن فجاه الوحش بيجمع كل طاقته المتبقيه في ضربه بيطيرهم ناحيه النهر المسموم اللي محدش بينجو منه. تاكر وهو بيطير بيحدف الولد الصغير اللي بيه وبيسقط هو في هذا النهر اللعين. طاقه السموم بتدخل جواه، ذكرياته في الحياه ديت بتملى الارجاء، خلاص قال انها النهايه، لكنه فجاه بيلاقي نفسه طاير في السماء. اليونيكورن شايله، ايوه بسبب طاقتك السحريه انا فوت وقدرت اكسر التمثال اللي كان حابسني. تاكر طبعا مش مصدق اللي شافه، ده اللي هو التمثال ده ما كانش تمثال. والله اليونيكورن كمان بيستخدم قوته وبيعالج الارض والنهر وكل الطبيعه. بعدها بينزله على الارض وبيقول له عيش انت. كلايم بقى والواد اللي معاه بيه كانوا مظلومين، انت ازاي قدرت تنجو وتنقذ النهر بالكامل؟ الواد بيعرفهم اللي حصل وان اليونيكورن هو اللي انقذهم. بعدها بيرجعوا للقريه وبيودينهم الولد الصغير، وابوه كان فرحان ومش مصدق ان هو رجع بالسلامه. اخيرا بقى بيروح لزوجة الملك علشان يعالجوها، وطالما الزهره موجوده فالعلاج بقى شيء ممكن. بالفعل تم علاج الزوجه بنجاح والبنت مش مصدقه، الاب كمان والزوجه ذات نفسها مصدومه ولقد انقذت هذه العائله يا بطل. اخيرا بقى الملك بيكافئه وبيروق عليه، وتاكر وبيسيب القصر علشان يرجع على البيت بتاعه. بس وهو ماشي تخيل مين اللي بيقابله يا صديقي؟ ايوه هو اليونيكورن واللي اتحولت لبشريه وقررت ترتحل معاه في رحلاته بعد ما شافت قوته وشجاعته، وبالمناسبه اسمها رين. وبعد فتره الى سحر تاكر وطلبها من الحداد بتكون اتعملت، واللي هي سيف لكلايم وكمان مصري. ولما بيطلع بيلاقي رين في وشه وبتكون زعلانه، وده لانه ما عملش حدوى الحصان. وفي اثناء ما كانوا واقفين بيدخل عليهم موظف وبياخدهم على النقابه جوه يحكي لهم ان الملك طلب تاكر مخصوص في مسابقه، وطبعا هو مستنيه يكسب فيها. تاكر ما بيكونش عاوز يشارك في مسابقات ولا وجع دماغ، بس علشان ما يحرجش الملك بيضطر ان هو يوافق، وبيروح فعلا على مكان المسابقه علشان يعرف المطلوب. بيقول لهم رئيس النقابه ان المطلوب منكم وصوف الالوان السبعه، وشروط المسابقه هي انك تروح لوحدك من غير اي مساعدات خارجيه او رفقاء يعينوك، واللي هيجيب اكبر كميه هيكون الفايز وهياخد جايزه كبيره جدا. وعلشان بيعرف ان تاكر ويروح المسابقه من غيره بيفضل قاعد يعيط ومش عاوز يسيبه، بس رين بتاخده وبتستخدم سحرها عليه وبتنيمه. وبعد انطلاق الكل تاكر وبيستخدم سرعته بيقرر يروح الاول للمكتبه، وده علشان يستخدم البحث ويعرف هو عاوز ايه. بياخد كل المعلومات فعلا عن الخرفان اللي فيها الصوف ده، وبعدها بينطلق بكل سرعته الى مكانها. بيوصل عند جبل كبير وبتكون الخرفان تحت، ولو تاكر هجم عليهم هيخافوا منه ويطلعوا يجروا. علشان كده الواد بيجرب مهاره عنده اسمها لغه الحيوانات، وبيحول صوته الخروف وبيقول لهم تعالوا ما اسرح لكم شويه. وفعلا كل الخرفان بتتلم عليه وبيعمل احلى صوت في الدنيا، وطبعا كل الناس كانت مصدومه منه. بعدين بقى بيرجع تاكر ويوزع كل اللي جابه، وكالعاده بيطلع المركز الاول. ده اللي هو ازاي عمل كده، بياخد كمان مكافاه كبيره على الانجاز ده ورتبته بتاع ده، والكل طبعا كان فرحان. بس وهم قاعدين بتدخل عليهم المضيفه وهي مرعوبه، وده لان في توته كبيره ظهرت في الغابه بترعب الناس، فبيقرر ابطالنا يروحوا يحاربوها ويمنعوها انها تدخل المدينه. بس اول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا ساره طالعه من ظهرها، شكلها كده كانت مستخدماها كوسيله مواصلات. المهم بينظفها تاكر وكالعاده وبيطرد الدوده، بعدها بياخدها على المطعم علشان اكيد هي جعانه. بيعرفوها على العضله الجديده في فريقهم واللي هي رين، وباين كده ان ساره تعرفها من زمان. بتحكي لهم ساره بقى عن اختها المفقوده وانها كانت راجعه علشان تحضر فرحها، بس هي هربت منهم، وعلشان كده ساره رجعت لتاكر علشان يستخدم سحر البحث بتاعه ويوصلهم ليها. فتاكر بيقول لها طيب لو هي هربت فده اكيد معناه انها مش حابه الجوازه ومش حوار نسيبها في حالها. لكن ساره بتقول له انا ما عنديش مشكله مع العريس، انا بس عاوز اعرف هي سابتني وما ركيش ليه. وفعلا بيقرروا
بيقرروا كلهم يروحوا مدينه الجنيات وبيركبوا ظهر اليونيكورن. بيوصلوا للمدخل في ثواني. ساره بتفتح لهم البوابه وبتقول لهم غمضوا عينيكم قبل ما تدخلوا. بيعملوا كده فعلا واخر واحد كان يدخل هو تاكيرو اللي بتقول له رين قبل ما يدخلوا يخلي باله لان ساره مش متفائله قوي زي ما هي مبينه. وبعدها بتسبقوا للداخل وهو كمان بيحصلها. لما بيوصل بيلاقي حد بيهجم عليهم بالسهام وبيعمل درع حمايه علشان يحميهم. بيظهر بعدها الرجاله دول وباين كده ان ساره تعرفهم وشكلها اتوترت على الاخر. الرجاله كانوا شغالين زي وشتين في ساره وكانها عامله لهم حوار. ولكن في الوقت ده تتدخل رين علشان تخلصهم. بتقول لهم انتوا مين يا شويه عيال علشان تزعقوا وانا موجوده. العيال ما بتتهدش فالوحش بتفعل طاقتها في السماء وبوم بصعقه كهربائيه واحده بتخليهم يفوقوا. شعرهم بقى عامل زي الكنفاش يا صديقي. رين بقى كانت لسه هتروقهم كمان فتدخل تاكيرو يهدي الموضوع. وفي الوقت ده بداوا يعرفوا الحكايه اللي بتحصل بالكامل. وواضح كده ان في مشكله جوه قريه الالف دي. على طول بيعتذروا منهم على اللي حصل وبيدخلوا الى داخل القريه وهم ماشيين. رين بتلاحظ ان الجو مكتوم وكأن في كارثه هتحصل. لكن تاكيرو بيستخدم مهارته وبينظف الجو ده وحرفيا بيلمع الناس اللي شعرهم منكوس. اخيرا بتدخلهم ساره وبيتجهوا لمكان اقامتها. ولا صدمه يا صديقي بتطلع ساره واختها هم من العيله المالكه يعني هم اميرات من الاخر. بس بسبب مشكله حصلت كل واحده فيهم سلكت طريق مختلف. ولما بيوصلوا لفوق بيقعدوا على المكان ده ياخدوا ضيافتهم. بيقابلهم الشخص ده وايوه هو ده ملك الالف يا صديقي بس مسهود زي ما انت شايف كده. بيقعد معاهم وبيرحب بالكل وخاصه ساره اللي هو اخوها الكبير يعني. المهم بيشكرهم علشان رجعوا اخته وبيعتذر لهم على المانع الملوثه اللي ماليه الحته. فهي من فتره ظهرت واحنا مش عارفين ايه سببها. لكن وبعد ما قال كده تاكيرو بيقوم وبتيجي في باله فكره. بيطلع حجر من الماتيريال وبيدمج فيه كل طاقه التنظيف. بيخلي بعدها الملك يلمسه. وايه الحلاوه ديت. الحجر بيطير في السماء ينقل القريه بالكامل وما حدش مصدق عينيه. الملك ما بيعرفش يقول من حلاوه اللي حصل وبيركب بعدها على رجليه. بيقول هو كل اللي واقف بطل النبوءه خلاص وصل. طبعا بطلنا هو مش فاهم هو بيقول من الاساس بس راح معاه علشان يعرف اللي بيحصل. واكتشف ان في كلام بلغه قديمه مكتوب فيه ان هيجي لكم شاب بدم مختلف هينقذ المدينه من الوباء. ويقصدوا بالدم المختلف ان هو مش من الالف يعني. المهم بيخلص اليوم وتاكيرو وبيروح المكان ده يرتاح فيه. لكن ساره بتكون واقفه هناك وبتيجي واحده كمان من الالف باين عليها معبيه حاجات كتيره جواها وعاوزه تحكيها. تاكيرو بيسالها والبنت بتتجهش في البكاء. بتقول له احنا الالف الساميين اتحكم علينا بالموت. ايوه احنا بقالنا فتره بنعاني واي مولود بينزل كان بينزل مشوه. لكن الفتره الاخيره اي طفل بقى بيموت حتى طفلي هو كمان مات من شويه. احنا اتلعنا ولازم حد يفك اللعنه ديت. الملكه كمان بتقول لتاكيرو نفس الكلام وبتترجاه يحل اللعنه ديت من عليهم. الصبح بقى الواد بيجمع ساره وكل الفريق وبيقول لهم على اللي اكتشفه. وده لما استخدم سحر التشخيص على الملكه وكل الالف الموجودين. واكتشف الاتي يا صديقي الالف ما فهمش لعنه ولا حاجه. دول بس علشان فضلوا يتجوزوا من القرايب بشكل طويل علشان يحافظوا على نقاء دمهم. الجيل الاخير بقى فيه تشوهات كتيره ومعروف ان بعد الجيل السابع من جواز القرايب الطفل بيموت. وده تفسير لكل اللي حصل. ساره لما بتسمع الكلام ده بتفرح جدا وبتتصدم. يعني احنا مش ملعونين لا يعني الحل كله ما نتجوزش من بعض. حرفيا مش مصدقه وبتعيط. بس في الوقت ده كلاين بيقول لهم عندنا مشكله وهي ان مجلس الشيوخ اللي محافظ على القريه استحاله يوافق بحاجه زي كده. استحاله يوافق يكسر قانون بقاله اكتر من 200 سنه. وعلشان كده رين بتقول لهم ما تقلقوش انا عندي حل. والحل ان انا نروح لملكه الجنيات ونخليها تقنعهم. طيب هنروح لها ازاي يا ستي انت عارفه مكانها. ما تقلقوش مع الاسطوره رين كل حاجه هتلين. وبالفعل تاخدهم على ظهرها وبتروح للنقابه دي. بتسال هناك على ملكه الجنيات وهل في مهمات ليها علاقه بيها ولا لا. البنت ديت بتعرفهم انها ما تعرفهاش اصلا. لكن في الفتره الاخيره تراكمت المهمات لجمع فتر القطط بسبب كثافه المهنه. واعتقد ان الوجهه بتاعتكم ممكن تكون هناك. فبيقتنع العيال بكلامها وبياخدوا مهمات بالمره. وهو يضرب عصفورين بحجر واحد. مشوا فعلا باتجاه المهنه ووصلوا اخيرا عند الكهف ده. لقوا وحوش كتيره ميته ومتحلله وكأن في حاجه غلط هنا. ساره بتقرب وهوب بتبدا تتخانق هي كمان. كلاين بيحاول يلحقها وزي الحزين بيقع في نفس الحوار. وعلشان كده بيضطر تاكيرو يستخدم تعويذه تنقي الجو بالكامل. واخيرا بيرجعوا لطبيعتهم. بعدها بيديلهم علاج يظبط المناعه وما يخليهاش تتاثر. رين هي كمان بتصغر جسمها علشان ما تتاثرش. وبعدين بيدخلوا جوه الكهف. بداوا يدوروا على اللي فيه. في الاول قابلهم وحش شيطاني عايش جوه الكهف. ما كانش واحد بس لا ده قابلهم مات وحوش منه. تاكيرو اللي معاه ضرب فيهم يمين شمال مش راح منهم. لكن عددهم كتيره جدا ومستحيل يقدروا عليهم كلهم. علشان كده بطلنا بيسحبهم جوه الكهف لحد منطقه مفتوحه. وهو بقى بيستخدم مهاره بنطاق عالي وبيمسح الكل مره واحده. يا ابن اللعيبه ده حتى الكهف اتفتح فيه حتى كده من قوه مهارته. بيكملوا ماشي اخيرا وبيوصلوا عند فتر القطط. بس قبل ما يجمعوه بيطلع لهم وحش شيطاني اسمه مدمر العالم. الوحش ده ضم مدن كامله قبل كده وهو سبب تلوث المناخ في المكان بالكامل. ساره لما بتشوفه بتتعرف عليه وبتقترح انهم يهربوا في الحال. احنا مش ندري ولازم ننفد بجلدنا. تخيل بان تاكيرو يهرب من حاجه يا صديقي. قولها معاي. لا والله الواد بيجمع شتاتهم كلهم وبيقول لهم ما تقلقوش. بيوزع المهمات على الكل وكل واحد بيضرب من جهه. كلاين كمان بيتحول ورين بيفعل قوتها. وده ايه الجمدان ده. الوحش ما كانش عارف بينضرب منين ولا منين. ساره هي كمان بتقطع قرون الاستشعار بتاعته وخلاص ما فيش رحمه. تاكيرو بيبغته. كلاين بيديله الضربه الاخيره وايوه خلاص انتصروا في المعركه. فالفرقه اللي انتم شايفينها ديت يا اصدقائي تصنف كاقوى فرقه في العالم ده. بعد ما بيقتلوا الوحش بيلاقوا بيوت كتير عليها ماليه الكهف بالكامل. وتخيل بانهم سابوها. اكيد لا يعني دغدغوها وعدوا على اللي بعده. والاول ما خرجوا من الكهف حسوا بطاقه ملكه الجنيات ليليانا. ايوه هي قريبه جدا من هنا. بالفعل بيطيروا ناحيه الطاقه وبيلاقوا قوس قزح في المكان. بيقربوا منه وهنا كانت الصدمه. وده لان ساره بتلاقي اختها موجوده هي كمان
هنا ومستخبيه مع ناس تانية. اول بقى ما بيقربوا من بعض، وعلى عكس الناس الطبيعيه الاختين بينزلوا ضرب في بعض. ده ايه العيله ديت؟ طبعا تاكيرو بيهديهم وبينضفهم وبيقول لهم ايه الحكايه. ميري بتقول لهم تعالوا نحتفل بس، وبالليل هتعرفوا القصه بالكامل. بالفعل بيقعدوا يحتفلوا بانهم لو اختهم الضيعه، واللي الحقيقه ما كانتش ضيعه يا صديقي، دي هربت منهم واتجوزت وخلفت هنا، وابنها الحمد لله عاش وما ماشي زي باقي السلاله، وعلشان كانت خايفه على ابنها لا يعملوا فيه حاجه قررت تعيش هنا هي واهلها. لا بصراحه يعني عندها حق. المهم تاكيرو لما بيفهم الحكايه بيقول لها ما تقلقيش، بكره الصبح روحي على الملكه في مكانك وانا هحل كل حاجه. بالفعل الصبح الواد بياخد الكل وبيوصلوا في نص الغابه، وايوه المكان ده فيه اكبر طاقه سحريه، واكيد ملكه الجنيات هنا بتظهر فعلا بشكلها. وصراحه انا اتصدمت يا صديقي، مش عارف دي ملكه الجنيات ولا ملكه الضفادع. المهم بيعرفوها الحكايه بالكامل والمشكله، وبيقولوا لها يعني حليها. ليليانا بتقول لهم تمام عندنا الحوار ده، وصدقني اسم ليليانا مش لاقي عليها صديقي، كان المفروض يسموه جعفر ولا حاجه. المهم تاني يوم عند الملكه الكل بيتجمعوا، وميلي وابنها وكل الالف حاضرين في المكان، وبسبب ان الشيوخ مصممين على رايهم كانوا عاوزين يعاقبوا ميلي ويجوزوها من شخص تاني بالعافيه. لكن تخيل ان ده يحصل، لا والله بوم فجاه بتظهر ملكه الجنيات في المكان وتخرسهم، وبتقول لهم انتم شويه بهايم بتمشوا ورا الكلام بالحرف وما تفهموش حتى انا قلت لكم ايه. انا قلت لكم قبل كده حافظوا على نقاء السلاله وما تموتوش، مش عارفه ليه تاخدوا اللي على مزاجكم بس. وبتلاعب الطفل ده تعرفهم انها موافقه بيه، وقت ده عن بيها الشيوخ والكل بيحترموها وبيسمعوا الكلام. بعدها بطلنا بيسيبهم ويمشي بعد ما عرف ان المشكله خلاص اتحلت. بتمر الايام بسرعه والدنيا زي الفل، وها قد حان وقت المغادره. كل الالف حرفيا كانوا زعلانين، وخصوصا ساره اللي عرفت قد ايه تاكل وساعدها وساعد كمان كل عيلتها. بتعيط وتطلب منه يستناها شويه بس وهي هتيجي معاه، لكن تاكل بيهديها وبيقول لها سلام، وبينطلق هو وباقي فرقته من اجل بدء رحله جديده. بس بعد مرور يومين بالظبط ساره كانت قاعده كده وبتلاعب الواد الصغير، بتقول لهم انا للاسف مش حابه حوارات العرش ولا الالف ولا الكلام ده، يلا سلام. وبتنطلق مسرعه الى تاكل وفرقته علشان تغامر معاهم هي الثانيه. العيال بقى بيشوفوها وبيتصدموا حرفيا من جرأتها، وزي اصلا سابت كل العز ده وجات للمرمطه برجليها. بس هي بتقول لهم ان الحياه معاهم والكلام والرفقه احسن 100 مره من اي حاجه ثانيه. وفعلا يا صديقي فلما تلاقي اصدقاء يشجعوك على الخير ويساندوك في مشاكلك فانت حرفيا كانك معاك الدنيا بالكامل. ودي بقى كانت حكمتنا من انمي النهارده. ايوه هو خلص، والشخص ده كان بيراقب تاكل وفرحان علشان غير العالم زي ما كان متوقع، واثبت فعلا ان قطره ميه واحده ممكن تغير المحيط بالكامل. ولحد هنا بتخلص حكايتنا يا عم صديقي. لو عجبتك الحكايه قول لنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.